لعلكم تعلمون أكثر مني ما تعيشه البلاد في هذه الأيام الحالكة من حرب ضروس أكلت الحرث والنسل ولم تبق في البلاد شيئا. حرب لم يمر بها السودان من قبل، وقليل من دول العالم لأنها اتصفت بصفة لم توجد في كثير من حروب العالم، صفة الخيانة والقتل والمكر. كما تعلمون يا إخوتي، بدأت هذه الحرب بالمكر والخيانة من قيادتها. دسوا أنفسهم في كل مفاصل الدولة بحجة حفظ الأمن، واستمرت الخيانة والعمالة ديدا لهذه الحرب، فجندوا كثيرا من أبنائنا وكثير من إخوتنا ومن بني جلدتنا ومن قادتنا يهتموا في أحضان الخيانة والعمالة لهذه الفئة الباقية. إخوتي، لولا خيانة أبنائنا لما وقف هؤلاء رعاة الإبل من الدعم الصريح أمام جيشنا أياما، لابد من أن تكون الحرب دائرة شهورا وحتى الآن تنتهي. أبناؤنا وأبناء شعبنا وإخوتنا وبني جلدتنا هم كانوا القادة الذين دلوهم وأرشدوهم على عوراتنا وعلى قيادتنا العسكرية وقياداتنا السياسية وقياداتنا الدينية، وأرشدوهم على بيوتنا وعلى بناتنا وعلى مؤسساتنا وعلى كل ما نملك. لولا هؤلاء لما استطاعوا من رعاة الإبل أن يصلوا إلى ما وصلوا. ولذلك أرجو أن يكون حديثي موجه إلى أبنائي الذين غرهم الشيطان ولعب بهم وأضلهم حتى ارتموا في أحضان هذه الفئة الباقية. إخوتي، كما تعلمون أن هؤلاء الغزاة ما كانوا يعلمون شيئا عن مدن السودان ولا عن مؤسساته ولا عن قيادته، إلا أنهم وجدوا من يرشدهم لذلك، ولذلك حصل ما حصل من انتهاك الأعراض وأنتم تعلمون، وما يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي تدمي له القلوب وتبكي حزنا وحزنا وأسا ومرض، ومن انتهاك البيوت وسلب ما فيها، ومن القتل لغير ذنب وبغير سبب ولأتفه الأسباب. خربوا البلاد وحطموا البنيات الأساسية ولم يبقوا في السودان شيء. كل ذلك أنتم أعلم بذلك مني، ولكن الكارثة العظمى والذي يبكي له القلب مصير أبنائنا وإخوتنا الذين غر بهم الشيطان واتخذوا من منهج العمالة والخيانة والقتل منهجا ليسيروا عليه في الحياة. هل هو من أجل درهمات وثمن بخس رخيص أخذوها من هؤلاء ليكونوا عملاء، أم هي الاختلافات السياسية والاختلافات الحزبية التي جعلتهم يبيعون الوطن ويضعفون بالمواطن؟ إن كان هذا أو ذاك فهو ليس مبررا. نحن نعلم أحزاب العالم كله تتقاتل وتتلاشى وتتنافس، لكنهم كلهم يدورون حول الوطن والوطنية فلا يبيعون أوطانهم أبدا. حديثي إخوتي أوجهه إلى هؤلاء الإخوة، ليس الذين هم بيننا، فنحن الحمد لله رب العالمين شفانا الله تعالى وحبانا ألا نقع في أحضان هؤلاء، ولكن أرجو أن تكون رسالتي هذه إلى غيرنا من بلدان السودان عامة ومن قرى السودان عامة، وإلى كل مواطن في السودان باع نفسه لهذه الفئة الباقية وارتمى نفسه في أحضان العمالة
والخيانة. إخواني، تذكرون لعلنا في جمعة ماضية بينكم تحدثنا عن الإيمان ومقومات الإيمان وشروط دخول مدرسة الإيمان، وأذكركم بما قلنا وأضيف إليه بأن حبيبنا ورسولنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع في قلب رجل مؤمن إسلام وكفر